مساء الفل. قبل أي حاجة، أنا مش دارس هندسة ومش خريج هندسة، بس الكلام اللي هقوله ده أي شخص طبيعي يعرفه. لما يكون عندك حتة أرض وعايز تبنيها، وتيجي المساحة بتاعتها تطلع على 8 عمدان، بس أنت عايز توفر، تقول لأ، أنا هطلع بأربع عمدان بس. إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن البيت هيتهد على دماغك ودماغ اللي فيه، وهو ده اللي عمله اتحاد السبوبة، اتحاد المصالح الشخصية، اتحاد المحسوبية والصحوبية والمعارف. ده عشان صاحبي وحبيبي، يا تعالى يا عم يلا خش جهاز المنتخب، خش امسك المنتخب. النهارده خروج مهين لمنتخب مصر، والله انا بعتبره خروج مهين. ما نكسبش ولا ماتش ونتغلب من الاردن 3-3. مفيش ولا شكل في الملعب، ماسكين كوره. المنتخب اللعيبه بصراحه ماسكه كوره، بيتعمل بيها ايه دي؟ البطيخه اللي قدامهم دي بيتعمل بيها ايه؟ اللعيبه بتسال كده، احنا ماسكين كوره، طب نعمل بيها ايه بقى؟ ثلاث مهاجمين مش عارفين يخلقوا فرص، عارفين يعملوا حاجه ولا فرصه خطيره، مفيش غير كره يتيمه في العارضه. دي نتيجه الفساد، ونتيجه السبوبه، ونتيجه المحسوبيه. زي ما يكون كده واحد دخل كليه طب بالفلوس، ولا ذاكر ولا اجتهد، ويطلع يعالج الناس، هيعالجهم غلط، عمره ما هيعمل حاجه صح. فطول ما احنا بالفساد ده مفيش تقدم. وبتحاربوا الاهلي، لان الاهلي المنظومه الوحيده في مصر اللي مصلحه الكيان فوق مصلحه الاشخاص. عشان لما بنقول الاهلي فوق الجميع الناس بتزعل. مصلحه الاهلي فوق مصلحه اي شخص. لو اللي ماسكين الكرة في مصر مشوا بالمنطق ده، هنبقى في حته تانية، بدل ما احنا في حته عشرة. جاتكوا القرف، كرهتونا في المنتخب. سلام.